البلد الوحيد اللي ما على بالوش الخريطه ديالو ما على بالنا لا فيها سبته ومليله الى ومن بعد يقول لك لا دخل الصحراء الغربيه ومن بعد نحي الصحراء الغربيه ومن بعد دير الخريطه. حنا على الاقل الجزائر نعرفوا خريطه تاع بلادنا، ما عندنا لا زياده منها ولا زياده منها، وما شاك فوا مازال ما تعرفش واش الخريطه تاعو. هو هذا الصراع الجزائر ليس الطرف فيه، حنا الجزائر واحد مدخل الحدود تاعنا، هذا الدخول في حدود شعب اخر اللي هو الصحراء الغربيه. لكننا كبلد بما اننا لا نحب الاستعمار نمقت الاستعمار لاننا عانينا منه، واحسن دليل ما مواقف الجزائر مع فلسطين. فلسطين راهي جايه بعيده، لكن موقف الجزائر لا يحيد، دائما نفس المبادئ. ملي شفيت العمري ملي زدت انا ومن قبل ما نزيد انا مواقف الجزائر ثابته. يعني احنا القضيه تاعنا هذه قضيه تاع موقف فقط. نقدروا نخسروا ماتش، نقدروا نخسروا لقب لأن اتحاد العاصمه الان خسر اللقب، لكننا لا نخسر القضيه لاننا لا نحب الاستعمار. وحنا نزيد نقول مره اخرى ربما فلسطين احسن دليل. واعتقد بانه الذي حدث وقالها محمد المره اللي فاتت القضيه الصحراويه، اعتقد انها كما صارت مع فريق جبهه التحرير سنه 58. هذا انا ذاك رجال السياسه قالوا بانه فريق جبهه التحرير اكسليرا الثوره التحريريه ل10 سنوات. اظن بانه هذه القضيه اكسليرات القضيه الصحراويه ل10 سنوات، لانه الناس كامل، انا الصحفيين كثير وسائل اعلام اجنبيه اتصلوا بي واتصلوا بالكثير من رجال الاعلام في الجزائر يسالونهم عن هذه القضيه، ما قضيه الصحراء الغربيه والعلم وايضا قضيه الخريطه. وبهذا اعتقد بانه انقلب السحر على الساحر. الناس حبت دير افير باش تجي لصالحها، عاودت انقلبت لانه الان الكاف راهي في ورطه حقيقيه. الكاف الان تبهديله، الناس خلصت باش تشوف لي ماتش لدروا تي في، دراهم كبار راحوا لهم، وبالتالي الكاف الان قال لك الماتش ما تلعبش لالي، زاد ما تلعبش الروتور، على جال خريطه وهميه، الجزائر ما تراجعتش عن مواقفها الشامخه، وبالتالي ما لناش غالطين رضوان، ما لناش غالطين.